السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من كورس تحليل البيانات باستخدام أدوات ذكاء الأعمال من مايكروسوفت. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجروبينج أند أنجروبينج داتا، وعن أنواع الجروبينج ويعني إيه جروبينج وإيه هي أنواعه، سواء نعمل جروبينج للتاريخ أو لشرائح المبيعات يعني الأرقام، أو جروبينج للنصوص، أو بنسميه جروبينج باي سيلكشن. وخلينا على طول نروح ونبدأ ونشوف المثال اللي معانا النهاردة، أو أول نوع من أنواع الجروبينج، وهو الجروبينج باي ديت أو جروبينج للتاريخ. في الجدول الموضح قدامنا دلوقتي عندنا العمود الأولاني فيه تواريخ والمحافظة، وبعد كده البرودكت واليونت كوست تكلفة الوحدة، وباع كام أو كل محافظة باعت كام وحدة في التاريخ دوت، والاوردر فاليو أو قيمة الاوردر في النهاية. طبعا خلينا على طول نروح نعمل بيفت تيبل عشان خاطر نقدر نعمل جروبنج للداتا على حسب النوع اللي احنا محتاجينه. اول حاجه هنقف في الخليه، بعد كده نروح نعمل انسيرت بيفت تيبل. بيسالني هنا، طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، انا النهارده محتاج اكزيستنج ورك شيت، انا محتاج البيفت تيبل يكون موجود جنبي هنا بحيث ان انا اشوف الداتا على طول وانا شغال. هنضغط اوكي، نحدد اي خليه، على طول فتح لي مربع حوار هنا او عمل لي البيفت تيبل موجود قدامي. زي ما قلنا ان الجروبنج ليه 3 انواع: جروبنج باي ديت، جروبنج باي سيلكشن، والنوع الاخير اللي هو هنشوفه ان شاء الله احنا شغالين مع بعض. اول نوع هو الجروبنج للديت او للتواريخ. هاجي عندي هنا واحط الاوردر فاليو في الفاليوز، ده كده اجمالي المبيعات او summation of order value. بعد كده هجيب التاريخ واحطه في الروز. لاحظ معايا هنا، هو هنا يعني على طول عامل لي جروبنج لوحده لسنة 2016 و 2017. خلينا نلغي الجروب دوت، نعمل ان جروب. ده كده لو انا مش عامل جروبنج. طبعا عشان احنا بنستخدم نسخة حديثة فهو على طول بيعمل جروبنج، فانا هشيل يعني فانا هكنسل الجروبنج دوت، عشان نتعلم مع بعض ازاي نعمل جروبنج. دلوقتي احنا عندنا في البيفت تيبل فيلدز مفيش حاجه اسمها شهر او حاجه اسمها سنه او كده. طب انا عاوز اعمل جروبنج للداتا دي على اساس الير. هضغط كليك يمين على اي خليه منهم، بعد كده هلاقي عندي حاجه اسمها جروب. اول ما اضغط عليها هيفتح لي مربع حوار ويسالني. اول حاجه بيقول لي انا شايف ان التواريخ اللي قدامك دي بتبدا من اول 1/6/2016 وتنتهي حتى 22/12/2017. فانت عاوز تعمل جروبنج على اي اساس؟ طبعا هنا مسموح بالمالتي سيلكشن، فخلينا بيبدا معاك على طول من اول الثواني والدقائق والساعات لحد الايام والشهور والكوارترات والسنه. خلينا نبدا على طول مثلا بالسنه. لو ضغطت يعني على الييرز بس وعملت اوكي، على طول شال لي كل التواريخ وحط لي 2016 و2017. ولاحظ كده نقدر الاول طبعا خلينا ايه نعمل تعديل لشكل الداتا دي زي ما قلنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت، ونخلي شكلها اشيك شويه عن طريق اضافه فاصل الالاف، وان احنا نشيل العلامه العشريه. كده على طول اهو يعني جاب لي مبيعات 2016 لوحدها و2017 لوحدها. طب انا محتاج اعمل ان جروب تاني واقول له لا، انا محتاج اعمل تجميع للداتا دي على اساس الكوارتر. كده على طول عامل لي الكوارتر الاولاني بيع ب 4000 وشويه، والكوارتر الثاني وهكذا. لكن لو لاحظت معايا هنا هتلاقيه مجمع الكوارتر الاولاني بتاع سنه 2017 و2016. طب انا حابب افصلهم مع بعض، هاجي على هعمل كليك يمين هنا واعمل ان جروب، او اعمل جروب على طول هيدخلني على نفس المربع دوت، واختار السنه، بعد كده الكوارتر، واشيل الشهر. كده على طول راح جاب لي 2016 وقسم لي مبيعات الكوارتر الاولاني لوحدها ومبيعات الكوارتر الثاني لوحدها وهكذا. طيب، وهنا طبعا كاتب لي الجراند توتال. طب احنا فاكرين في المحاضره اللي فاتت قلنا لو انا محتاج اعمل الجراند توتال بتاع كل كاتيجوري لوحده، يعني مثلا 2016 انا محتاج المجموع بتاعها لوحده هنا. كنا بنعملها ازاي؟ طبعا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، لو انت مذاكر كويس بنروح من على قائمه ديزاين، وبعد كده بنختار السب توتالز ونقول له شو السب توتالز
سواء انت محتاجها فوق او تحت. انا طبعا بفضل انها تكون فوق كده. 2016 باع ب 9258، الكوارتر الاولاني باع بقد كده والتاني باع بقد كده، وهكذا. اقدر كمان ان انا اعمل كونديشنال فورماتنج لشكل الداتا دي علشان خاطر تكون موضحه بصوره اسرع من كده. لو انا جيت حددت الداتا دي كده ورحت من على قائمه هوم، عندي حاجه اسمها كونديشنال فورماتنج، واخترت ان هي تكون مثلا داتا بارز مثلا، واخترت اي لون بقى انت محتاجه. خلينا مثلا نختار اللون دوت، وخلينا برضه عشان الداتا دي كلها معنى نشيل الاجماليات او السب توتال. لاحظ معايا كده 2016 بمجرد النظر بقى، طبعا الجراند توتال دوت ملوش معنى، ده كده بيمثل 100% من اجمالي المبيعات. في 2016 كان اعلى كوارتر هو كوارتر 4 ب 2800. بدل ما تقعد تقرا الارقام على طول هيظهر لك هنا ايه. طبعا في يعني في سنه 2017 كانت مبيعات الكوارتر الثالث قريبه جدا من مبيعات الكوارتر الرابع. طيب كمان في ملحوظه هنا حابب اوضحها لك، ان التجميع على اساس السنوات دوت سهل لو انت شغال على جدول زي ده مثلا موجود فيه اوريدي مبيعات السنين. لكن احنا شغالين على جدول ما فيهوش مبيعات السنين، يعني ما عنديش عمود هنا بيقول ان البيعه دي تبع 2016 او 2017. طبعا احنا قدام هنقدر نعمل القصه دي عن طريق ال يعني عمود محسوب، بس احنا بنتكلم دلوقتي لو الداتا جايه لك كده ما فيهاش السنين او الكوارترات، فبدل ما تقعد تعمل اعمده تحسب فيها يعني السنه والكوارتر والقصه دي، لا، تقدر تعمل القصه دي من خلال بيفت تيبل بطريقه سهله وبسيطه، يعني زي ما انت شايف كده. ولاحظ معايا برضو ان هو اضاف لي هنا فيلد جديد ما كانش موجود اصلا في الداتا سورس، اسمه ييرز او السنوات. تقدر كمان ان انت تضيف مستويات اكتر من السيلز او من الجروبنج. لو انا مثلا حابب اجيب المبيعات بالايام، لو جيت مثلا في هنا كده وعملت كليك يمين وفتحت قائمه جروب، وانا محتاج كمان الشهور، ونقول اوكي. يعني لاحظ معايا هنا كده عمل لي برضو مور يعني، او عمل لي اناليسيس اكتر. سنه 2016 اعلى شهر باع شهر يناير، عكس في الكوارتر الثاني كان اعلى شهر 6. الكوارتر الثالث اعلى شهر ايه. وطبعا الكونديشنال فورماتنج دي بتفيدك في ان انت تحصل على اعلى رقم على طول من غير ما تقعد تقرا الارقام دي. ولاحظ معايا يعني شهر 3 كانت المبيعات واقعه فيه جدا ب 167 مقارنه بشهر يناير، مع ان المفروض العكس على حسب بقى القطاع اللي انت شغال فيه وكده. فبالتالي تقدر تعمل يعني برضه، فبالتالي تقدر تعمل اناليسيز كويس للداتا بتاعتك بسهوله من غير ما تقعد تعمل حسابات كتير. لاحظ معايا برضه ان هو هنا حط لي فيلد جديد اسمه كوارتر. ده كده كان النوع الاول من انواع الجروبنج، وهو الجروبنج باي ديت، ان احنا بنعمل تجميع للتواريخ سواء بقى على اساس الشهور او على اساس السنين او على اساس الكوارتر. وده مفيد جدا لو انت شغال في المبيعات وعندك داتا كبيره جدا، او يعني بتحتوي على بيانات كتير، مش ما عندكش عمود لوحده في الكوارتر او عمود لوحده في السنين. تقدر تعمل زي ما عملنا كده ايه وتظهر بياناتك. طبعا هنا اقدر اعمل اضغط على الزرار ده كده فيقفل لي مبيعات 16 واكون باصص بس على مبيعات 17. اقدر كمان ان انا ابص يعني اضغط على الزرار ده كده واشوف مبيعات على مستوى الكوارتر. نيجي بقى للنوع الثاني من انواع الجروبنج، وهو الجروبنج باي برودكت، او ان احنا نعمل جروبنج على اساس النص. في الجدول اللي قدامنا في الجدول اللي قدامك دوت دي مبيعات. عندنا هنا مثلا اول عمود الكاتيجوري نيم، اسم الكاتيجوري، بعد كده البرودكت نيم والكميه وكل صنف باع قد ايه. الصنف ده مثلا تحت كاتيجوري اسمه فرنتشر باع الكميه اللي باعها واجمالي مبيعات الكميه دي قد كده. فانا محتاج اعمل جروبنج على اساس البرودكت، يعني محتاج اعرف كل برودكت باع بقد ايه، واعمل شرايح للبرودكت دي بحيث ان هي يعني احصل على اناليسيز اكثر عمقا او اكثر تاثيرا يعني. خلينا الاول نعمل بيفت تيبل على هذا الجدول. هقف في اي خليه وهروح على طول اعمل انسيرت بيفت تيبل. بيسالني طبعا عايز تعمله فين، خلينا طبعا نعمله جنبنا هنا بحيث ان احنا ايه نشوف الداتا على طول. وعلى طول فتح لي وقال لي انت محتاج ايه في البيفت تيبل دوت. هاجي هنا هبدا على طول هحط يعني احط السيلز في الفاليوز. بعد كده هجيب البرودكت،
هروح على طول برضو اجيب السيلز تاني واحطها في الفاليو. كده انا عندي يعني السيلز مرتين. ده طبعا يعني لوحده كده ملوش لازمه. خلينا نيجي على السيلز اللي في العمود الثاني ونضغط كليك يمين ونساله نقول له شو فاليو از. محتاجين نظهر هذه القيمه كنسبه من الجراند توتال. طبعا هنا 100%. وهروح تاني اجيب السيلز واحطه في الروز. هنا كده انا عندي كل المبيعات اللي تمت. طبعا الجدول ده يعني بالصيغه دي ملوش اي دلاله، لكن خلينا نقول ان البيعه دي مثلا ام 23000 تمثل 76% من اجمالي المبيعات. طيب انا محتاج اعمل ايه تاني بعد كده؟ هاجي على العمود الاولاني وهضغط كليك يمين واعمل جروب. طبعا احنا شغالين في النوع الثاني من انواع الجروبنج، وهو الجروبنج باي كاتيجوري. انا محتاج اعمل شرايح بيعيه على اساس ارقام. هنا بيسالني بيقول لي انت عايز تعمل جروبنج. الاول هو يعني قرأ الارقام دي وقال لك الارقام دي بتبدا من 23512 وتنتهي ب 76000 او 762484. انت عايز تعمل ايه؟ انا هقول له انا محتاج اقسم المبيعات دي. طبعا احنا عندنا اعلى حاجه هنا 760 ألف. فأنا هقول له أنا محتاج المبيعات من أول زيرو لغاية 800 ألف، وعاوز كل مثلا كام؟ احنا عايزين نقسمهم 4 شرايح، فهنقول كل 200 ألف. هو هنا هيعمل ايه؟ هيجي من زيرو لغاية 200,000 ويحطهم في شريحة. بعد كده هيجيب من 201,000 لحد 400,000 يحطهم في شريحة. خلينا نضغط اوكي ونشوف هيعمل ايه. لاحظ معايا كده 1 2 3 4 5 6 7 7 شرايح، وكل شريحة تمثل كام في المية من إجمالي المبيعات. يعني أنا عندي المبيعات من أول 200,000 لحد 400,000 تمثل 5%، ومن 400,000 ل 600,000 تمثل 20%. طبعا خلينا يعني إيه نعملها بصيغة أقل من كده أو نوسع الرينج. هنعمل جروب. أنا هقول له مثلا خليها لي كل 300,000. كده عملهم لي تلات أقسام بس. من 0 ل 300,000 يمثلوا 39%، من 300,000 ل 600,000 يمثلوا عندي 12% من المبيعات. بعد كده عندي يعني بقية المبيعات تمثل 47%. كده أنا قسمت البيع عندي لشرايح، مش كل مندوب باعه بكام، لا أنا مقسم إجمالي المبيعات عندي لشرايح. المبيعات عندي أو الأصناف اللي بايعة لحد 300,000 تمثل 40% من مبيعاتي، والأصناف اللي قيمتها أو قيمة البيع بتاعها تمثل 12% هي من 300,000 ل 600,000 وهكذا. طيب أنا ممكن كمان أضيف هنا انسايتس برضو كويسة. لو أنا جيت مثلا على الكاتيجوري نيم وحطيته تحت السيلز، يعني لاحظ معايا بقى الايه الانسايتس دي او الدلالات دي. احنا عندنا الاصناف او الكاتيجوري اللي بايعه لغايه 300,000 واللي هي تمثل تقريبا 40% من البيع، هي عباره عن الفرنتشرز والاوفيس تولز والسوفت ويرز، وكل واحد منهم يمثل كام من اجمالي المبيعات. لو لاحظت معايا هنا هتلاقي مثلا السوفت وير بايعه فوق ال 47%. اقدر كمان اشيل الكاتيجوري نيم واحط البرودكتس، اعرف كل برودكت بايع بنسبه كام في الميه من اجمالي المبيعات. يعني عندي مثلا طبعا هنا في المثال اللي فات لما حطينا كاتيجوري نيم ظهر لنا هنا سوفت وير وهنا سوفت وير. فايه السوفت وير؟ هل هو متكرر مرتين؟ لا، احنا عندنا الكاتيجوري نيم هو اللي تحت منه كذا صنف بيحتوي على يعني مثلا الانتي فيروس هنا سوفت وير، والويندوز ده سوفت وير. عندنا اعلى مبيعات هي ال 24% اللي هو المايكروسوفت اوفيس، و22% وهو الويندوز. دول اعلى مبيعات في الايه في المبيعات اللي احنا بايعينها دي. خلينا برضو ناخد مثال تاني على النوع التاني من انواع الجروبنج، وهو المثال ده هو جروبنج باي سيلز بيرسون. طبعا احنا كنا عاملينه هنا، فخلينا نحذفه ونعمله من الاول. هقف
على الجدول كده واعمل انالايز واعمل سيلكت، واعمل هنا سيلكت انتاير بيفت تيبل، وبعد كده بضغط كلير لو انا عاوز احذف الجدول كله مره واحده ده، ونقول له فورمات از تيبل على طول كنترول تي. ده خلاص بقى جدول، وهاجي عليه واقول له انسيرت بيفت تيبل. خلينا نحط البيفت تيبل دوت هنا كده ونقول موافق. على طول عمل لي البيفت تيبل. هاجي عند البيفت تيبل دلوقتي واشوف احنا عايزين نعمل ايه الاول. احنا محتاجين نفس المثال اللي فات تقريبا، هنقسم شرايح المبيعات لارقام، ولكن انا هحتاج اسمي الشرايح دي. يعني انا دلوقتي عندي مبيعات سيلز ريب، اسم المندوب، باع بكميات قد ايه، وقيمه المبيعات دي فلوس قد ايه. انا محتاج مثلا المبيعات لو من 0 ل 35 هسميها بور، ومن 35 ل 70 ألف هسميها افريج، وهكذا لبقيه الاربع كاتيجوري دول. لاحظ معايا هنا ان الفاصل بين كل كاتيجوري والتاني 35,000. فانا هقف هنا كده وهجيب السيلز وهحطها في الفاليو، بعد كده هجيب السيلز واحطها في الرو، وبعد كده برضو هجيب السيلز واحطها في الفاليو تاني، وهاجي على خلينا نكبر شويه، هاجي هنا كده هقول له احنا محتاجين العمود دوت يكون نسبه من اجمالي المبيعات. لا احنا هنا مش محتاجين نسبه من المبيعات، احنا قلنا عايزين نعمل جروبنج للمبيعات دي ونشوف هنعمله ازاي. طبعا هنيجي هنا وهنقول كليك يمين، هنعمل جروب. بعد كده هو هنا بيسالني انت محتاج ايه. المبيعات بتبدا ب 33,000 وبتنتهي ب 11,000. انا هقول له انا هخليها تبدا ب 0 وتنتهي زي ما قلنا هنا كده ب مثلا 110,000. ماشي. اعمل لي الفاصل بتاعهم، احنا محتاجين الفاصل يكون 35,000. هنقول موافق. على طول عمله لي نفس تقريبا الشرايح اللي فوق ديت. كده عندي من 0 ل 35 اجمالي المبيعات اللي هي من 0 ل 35 كانت بالقصه دي، او يعني بالقيمه دي. اجمالي المبيعات من 35 ل 70 بالقيمه دي. طبعا القيمه دي انا لوحدها كده انا مش مستفيد منها حاجه. خلينا الاول نسمي الشرايح دي وبعد كده نشوف هنستفيد بالقيم دي ازاي. هنقف على الخليه كده وعلى طول ايه نروح على الفورمولا بار ونسميها، هنقول دي بور ونضغط انتر. بعد كده الخليه اللي بعدها هنقول دي افريج. بعد كده عندنا الشريحه الثالثه هنسميها سترونج، والشريحه الاخيره ده يعني بياع مفيش منه اكسبشنال. طبعا اكسبشن مكتوب غلط. ماشي نكتبها احنا صح بقى. طيب كده خلاص احنا قلنا ايه يعني هنيجي على الخليه دي ونعمل كليك يمين ونقول show value as percent of grand total. كده انا عندي الريبس اللي بايعين، او مش هنسميهم بقى يعني مش او الريبس اللي هم بايعين، مش هنقول بقى بايعين، هنقول اللي ادائهم يعتبر بور نسبتهم 6%، واللي ادائهم افريج نسبتهم 67%، والريبس الاقوياء 22%، والاكسبشنال دول يعني تقريبا 3.5%. اقدر كمان اعرف اساميهم لو انا جيت هنا كده على الريبس او على السيلز ريب وحطيته تحت السيلز، هقدر اشوف قدامي كده مين هم المناديب او الموظفين اللي ادائهم يعتبر بور، وهم دينا وهبه وخلافه. ده بقى 1% من الاجمالي، وهكذا. هاجي هنا مثلا الافريج، الناس الافريج يعني طبعا 60% يعني كتار جدا. هاجي طبعا للسترونج هم عددهم هيكون اقل، وده عادل مرسي ده اعلى واحد بايع 3.6 من اجمالي الايه البيع.
اتصور كده طبعا نقدر كمان نعمل زي ما عملنا في الشيء، يعني في المثال اللي فات نعمل كونديشنال فورماتنج، بحيث برضو ان احنا نبين كل واحد بايع بقد ايه. لو جيت هنا كده وعملت من قائمه هوم عملت كونديشنال فورماتنج، واي بقى ايه، انا بفضل طبعا البار دي، هلاقي طبعا الافريج هم اعلى ناس، السترونج نسبتهم 22%. طبعا دي انسايتس مهمه بالنسبه لك انت كمدير او كصاحب عمل، ان انت تشوف مين القليل وتبدا تتكلم معاه وتشوف هو ليه مبيعاته قليله. وكذلك برضو الاكسبشنال دوت بايع 3.6%، هو يعني شخص واحد فقط. ده كده كان النوع الثاني من انواع الجروبنج، وهو ان احنا نقدر نعمل تشريح او شرايح للداتا بتاعتنا على اساس الارقام. ده طبعا كان مثال قوي طبعا ومثال حلو جدا اقدر من خلاله اعمل اناليسيس كويس للداتا بتاعتي، خصوصا كمان لو داتا اكبر من كده هيكون مفيد اكتر يعني. نيجي بقى للنوع الاخير وهو الجروبنج باي ريجن او يعني الجروبنج باستخدام المنطقه. طبعا هو ما اسموش كده، واحنا بنسميه جروبنج باي سيلكشن، لكن احنا هنا يعني كاتبينه باي ريجن لان احنا هنشتغل على مناطق. ده الجدول بتاعي، هقف عليه واعمل كنترول ايه كنترول تي عشان اخليه جدول. بعد كده بضغط اوكي واعمل انسيرت، بقف في الجدول اعمل انسيرت بيفت تيبل. انا محتاج التيبل يكون جنبي مني هنا، خليه هنا كده مثلا واقول اوكي. طيب احنا هنا يعني في المثال دوت او في النوع ده من الجروبنج بنعمل جروبنج باي سيلكشن. انا عندي هنا مثلا المدن القاهره والجيزه بيندرجوا تحت بند الجريد كايرو او القاهره الكبرى. عندي المنوفيه وكفر الشيخ ودمياط دول في الدلتا، سوهاج واسيوط واسوان والاقصر دول في ابر ايجيبت. فانا محتاج اعمل جروب لكل دول، او لكل كام منطقه من دول جروب يضم لي الريجون. طيب هاجي هنا كده في السيلز واحطها في الفاليو، واجي في السيتي واحطها في الروز. عندي هنا كده كل مدينة بايعة بكام. انا خلاص محتاج اعمل جروبنج. هنيجي مثلا عايزين نعمل جروبنج للقاهرة والجيزة، هاجي على القاهرة واضغط كنترول، هقف على خلية القاهرة كده واضغط كنترول واشوف انا عايز احدد معاه ايه الجيزة، وبعد كده بضغط كليك يمين واعمل جروب. طيب هو هنا يعني عمل لي جروب وسمهولي جروب واحد، هقف عليه وهاجي هنا كده واغير اسمه واخليه جريد كايرو، جريد كايرو، واضغط انتر. بعد كده انا محتاج اعمل جروب تاني فيه الدلتا، المنوفيه وكفر الشيخ ودمياط. هاجي على دمياط وكفر الشيخ والمنوفيه، واضغط كليك يمين واعمل جروب، ضمهم لي على طول في جروب وسماه جروب 2. هروح على جروب 2 واغير اسمه واسميه الدلتا. طيب بعد كده فاضل لنا اسوان والاقصر وسوهاج، فاضل حاجه تاني واسيوط. هضغط كليك يمين واقول له جروب، احطهم لي في جروب واحد وسماه جروب 3. هروح عليه واسميه ابر ايجيبت. كده خلاص انا عندي طبعا انا ما سميتوش كويس، خلينا نحذف كلمه جروب 3 دي. كده خلاص انا عندي 3 جروب. اقدر طبعا اعمل القصه دي بطرق تانية كتيره، لكن دي الطريقه المتاحه بالنسبه لنا في اثناء الشرح دوت. على طول هنا يعني ضاف لي يعني فيلد جديد وسماه سيتي 2. اقدر اروح على السيتي 2 دوت واجي هنا كده من قائمه انالايز، هلاقيه مسميهولي سيتي 2. اشيل سيتي 2 دي كده واكتب ريجون، ريجون على طول هيتحول عندي للريجون. كده انا اضفت فيلد جديد ما كانش موجود اصلا في الداتا سورس، ويعني وبقى موجود عندي. اقدر كمان بقى اعمل ان انت تعمل كذا مستوى للسيلز. لو انت جيت حطيت يعني السيلز ريب هنا كده هتلاقي مناديب الصعيد موجودين، مندوب اسوان اسمه عادل بيع بقد كده، وعمرو ومصطفى وهكذا. زي ما قلنا قبل كده ان البيفت تيبل اداه قويه جدا من ادوات تحليل البيانات، لازم تكون انت مدرك اهميتها كاساس اولي لتحليل اي بيانات.
خلينا نراجع سريعا خدنا ايه النهارده. خدنا اول حاجه الجروبنج او الجروب باي ديت، وشفنا ازاي هو مفيد بالنسبه لي في يعني في عرض البيانات. خدنا بعد كده الجروبنج او عملنا مثال للجروب باي سيلز ريب، وشفنا ازاي نقدر نحمل شرايح سواء عن طريق المندوب او عن طريق الارقام، ان احنا نعمل شرايح وشفنا كمان في المثال دوت اداء المناديب وقسمناهم لبور وافريج وسترونج، وشفنا اداء مندوب كل مجموعه او اداء كل مجموعه. والنوع الاخير وهو الجروبنج باي سيلكشن، وشفنا ازاي مفيد بالنسبه لي ان انا اقدر اعمل جروبنج للنصوص عن طريق السيلكشن. ده كده كان الدرس الخامس من كورس تحليل بيانات باستخدام ادوات الذكاء الاعمال من مايكروسوفت. ما تنساش زي ما بنأكد في كل حلقه لازم تجرب بايدك، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في التعليقات، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.